عارف الشعور لما تتعرض لموقف وتفتكر اللي انت الموقف دوت شفته بكل تفاصيله في حلمك. في الوقت ده بيحصل لك ايرور للحظات، بتقول ايوه الموقف ده انا شفته في حلم قبل كده، انا ولي من اولياء الله. طب اقول لك على ان من كده، سنة 1865 ابراهام لينكولن رئيس امريكا حلم ان هو كان ماشي في البيت الابيض وشاف واحد مقتول والحرس وقت حواليه، فبيسأل واحد من الحرس وبيقول لهم في ايه؟ فقال له ابدا ده الرئيس اغتالوه. قال لهم عادي الرئيس الرئيس يا نهار اسود، ده انا الرئيس. بس صاحب النوم وما اداش الموضوع اهميه وحكى الموضوع لمراته والاقرب حارس شخصي ليه. لما راح حكى للحارس الشخصي بتاعه الحلم، قال له زياد وانا موجود، ده اللي يقرب منك هشقه. بعد 10 ايام، 10 ايام يا مؤمن يا شاب السميع العليم، مصاصه في دماغه وتخرجوا بره الملاعب. الكلام ده مش تأليف مني، الكلام دوت ذكره الحارس الشخصي بتاعه اللي اسمه وارد هيل لامون في كتابه ريكوليكشن اوف ابراهام لينكولن. سيبنا من لينكولن، لينكولن برضه كان رئيس. قريت اسمها ابريفان في ويلز سنه 1966، بنت اسمها ايرل راحت لمامتها وقالت لها يا ماما انا حلمت ان انا رحت المدرسه ما لقيتهاش ولقيتها متغطيه بحاجه سودة. قالت لها حبيبتي روحي نامي وبرضه هتروحي المدرسه. تاني يوم الجبل اللي جنب المدرسة كان فيه مينا من الفحم اتهد وغطى المدرسة تماما. ده مش بس ايرول اللي شافت الكلام دوت، عشرات الأشخاص في القرية سجلوا نفس الحلم من كام يوم قبليه. الكلام ده وثقه الطبيب النفسي جون باركر، وعلى فكرة ده مش قريب بيتر باركر، ده مجرد تشابه أسماء، واتنشر في مجلات علمية كتير واتوثقت في كتاب للمؤلف سام نايت، وهتلاقوا الكتاب موجود في المصادر تحت تقدروا تشوفوه. فهل يا ترى الجبل بعت لهم نوتيفيكيشن عشان خاطر يعرفوا ان هو هيقع ولا ايه؟ هنقول بعد كده في التفسير الآية. اما بقى القصه الثالثه معانا النهارده وهي قصه ديمتري مندليف. مندليف بتاع الجدول الدوري اللي احنا خدناه في رابعه ابتدائي، فاكرينه؟ مش مهم، المهم الراجل ده كان بيحاول يرتب عناصر الكيمياء، تعب، نام شويه، وهو نايم حلم بالجدول الدوري زي اللي احنا شايفينه دلوقتي تقريبا بالظبط، او على الاقل بنسبه 99%. صحي من النوم ورسم الجدول الدوري. ناس ليها بخت تحلم بالجدول الدوري وتبقى علماء، وناس تحلم ان هي داخله الامتحان والوقت خلص وهي ما عرفتش تحل. ارزاق. الناس من القديم الازل بتعتقد ان الروح بتسيب الجسم واحنا نايمين وتروح تخطف نظره على لوحه القدر. ومن هنا يا صديقي جت تجاره تفسير الاحلام، اللي بتقول لك لو حلمت ببطه مثلا يبقى هتورث عمك المليونير. طب لو حلمت بوزه تبقى خالتك، اقصد تورث خالتك المليونير. العلم يا صديقي ليه راي تاني خالص في تفسير الاحلام. في حاجة عندنا اسمها قانون الاحتمالات. انت بتحلم في السنة الواحدة بآلاف الأحلام، طبيعي جدا ان حلم فيهم يخيش. انت بس بتنسى 999 حلم اللي ما تحققوش وبتمسك في ده. ده مش بس كده، ده في كمان خدعة المخ بيعملها اسمها بوست هوك ريكونستراكشن، ودي مخك اللي بيعملها. مخك أول ما الموقف بيحصل بيعدل تفاصيل الحلم القديم عشان يخليه يتناسب مع الواقع. يعني من الآخر مخك هو اللي بيخدعك أساسا. غير بقى ظاهرة الديجافو وما أدراك ما الديجافو، بس ظاهرة الديجافو دي محتاجة شغل مننا بعد الظهر، عشان كده هعملها في حلقة منفصلة وهنزلها لكم الحلقة الجاية. أصل ظاهرة الديجافو دي ما تخصش الأحلام بس، ده تخص كمان المواقف اللي أنت بتشوفها وتحس اللي هي عدت عليك زي ما هي كده بالظبط، مش وأنت بتحلم. لو عجبك محتوى الفيديو وعايز تعرف أكتر، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يصلك كل ما هو جديد.